شاهدوا فضيحة صادمة للشيعي بهاء الغرابي، استدرج شابة مغربية باسم زواج متعة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ بهاء، حياك الله. انا موالي من مصر ومتابعين برامجكم على القناة المرجع صادق الشيرازي. اهلا وسهلا، تفضلوا. احببنا ان نسلم عليكم. اللهم يحفظكم ان شاء الله. شيخ بهاء، احنا اتصلت علينا معاك رامي عيسى في برنامج لأهل السنة، واتصلت علينا الاخت المغربية وبينت كل العلاقة اللي ما بينك وبينها الان على الملأ، وزواجك اللي على التليفون، زواج المتعة اللي بتفعله. فايه تعقيبك على هذا الامر ولماذا فعلت ذلك يا شيخ بهاء؟ تفضل. عفوا، ما قاعد اسمع صوت، كلش مقطع يعني. بص يا بهاء، معاك رامي عيسى وانت الان في بث مباشر، والاخت المغربية اتصلت عليك، لا اريد ان اذكر اسمها الان حتى لا يعلم الاخوة، وفضحت ما قمت به ومعها وثائق على ذلك من زواجك المتعة الذي طلبته منها وما شابه ذلك. فاحنا قلنا من باب برضو الاحسان الشيعة يسمعونك الان، لماذا تزوجت متعة عن طريق الجوال وكنت تكذب عليها وتقول انك لا تلعن وفي الاخر لعنت؟ تفضل يا بهاء. بهاء هرب، بهاء سكر الخط، اتفضحت يا بهاء. ليه يا بهاء؟ تعالى تاني يا بهاء، تعال وانا سيبك تروح تدور على واحدة تاني. تعال يا بهاء، وبتعملها باسم الدين يا بهاء. تعال يا بهاء. اتصدم بهاء زي ما انا عملها في البنطلون دلوقتي. ثواني بس هجيبه تاني. السلام عليكم. ايه يا بهاء؟ استحي على وجهك، ما تغلقش الخط في وجهي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل حاجه ظهرت يا بهاء. يا اسماء ما انا عارف، انت لازم تقع على ودانك بعد اللي سمعته ده، لازم تقع على اذنك يا بهاء. ايه اللي انت سويته مع الاخت المغربيه دي يا بهاء، وباسم الدين يا بهاء، ومتعه باسم الدين عن طريق الجوال؟ يا مغربيه تقسم وتباهل الان انك لم تتزوج امراه مغربيه على الجوال. يلا باهل. عفوا، اول شيء هذا ما اعرفك. طيب ما تعرفنيش ليه؟ خايف من المباهله ليه يا بهاء؟ باهل الان انك لم تتزوج امراه مغربيه على الجوال. هذا كلام خطير، اقاضيك. هتقاضيني؟ لا قاضيني، لا استنى بالله استخبى منك، لا تقاضيني. يلا يا بهاء، باهل ان انت ما تزوجت امراه مغربيه متعه على الجوال. عيب عليكم انتم. مش عيب علينا، انت في بث مباشر ويستمع اليك المئات بل الالاف يا بهاء. اتفضحت يا بهاء. من رامي عيسى معاك يا بهاء. ما هذه الاكاذيب، عيب عليكم. طيب جميل، مش انت بتقول اكاذيب وعيب عليكم؟ باهل الان انك لم تتزوج هذه المراه المغربيه. يلا باهل. نعم، باهل الان انك لم تتزوج امراه مغربيه متعه على الجوال. باهل الان. عم الله ورسوله، ما عندي هيك اصلا. لا باهل الان، الله ورسوله، انا مالي الله ورسوله. باهل الان، ابرأ من حول الله وقوتك المباهله اللي عندكم الباطله، والعن نفسك وابنائك انك لم تتزوج امراه مغربيه الان على الجوال متعه. عم الله شاهد، والعن نفسي اذا انا اتزوج واحده مغربيه. والله بهاء انا معايا صورك يا بهاء، والرسائل الصوتيه اتبعتت لي يا بهاء. اسمع رسالتك. كلها كاذبه وانا القنت ماكو، هذه كاذبه يا. طيب اسمعك الان الرساله الصوتيه يا بهاء، بصوتك كلها كاذبه. صوتك يا بهاء، صوتك يا بهاء. وترون جواز المتعه على الجوال يا بهاء. في حد يتزوج؟ ترضى لاختك تتزوج متعه على الجوال يا بهاء؟ كل ده باسم اهل البيت يا بهاء. عفوا يا بهاء، عفوا ايه؟ الكل يراك الان. سيبك من شغل المذيعين دول يا بهاء. انت اعلامي وانا اعلامي، مش هيمشي ده يا بهاء. خلاص اتلسوعت. انا مش عايز اذكر اسم الاخت يا بهاء، وبعت صورك لينا يا بهاء، صورك وكل شيء واتصالاتك ومقاطعك الصوتيه يا بهاء، وانت بتهددها انك تقاضيها، والان نفس الامر بتقول لي هقاضيك. لا يا ولا خوفتني يا بهاء. هما كل اتباعي صادق الشيرازي زنادقه كده يا بهاء. سكر بهاء وهرب. سكر وهرب بهاء. اظن اختنا الكريمه اتينا بحقك الان وفضح هذا الزنديق. وخلينا نسمعكم رساله بهاء، لان هي اتبعتت لي الان. بسم الله. رساله بهاء الصوتيه كان فيها ايه بهاء؟ هي ثواني. اقول لك كلام تعين العقل، ولكن اكو موضوع اخر، انه انا ما اقدر. لان ما تقدر؟ ما انت لازم ما تقدر. ما انت كل ما اتصل عليك مشغول يا بهاء. ما انت لازم ما تقدر يا بهاء. هو ينفع عربيه تمشي من غير بنزين يا بهاء؟ المهم كمل يا بهاء. كمل يا بهاء كده. كمل يا بهاء. يقول جرح الابدان ولا جرح اللسان. الله يا بهاء، وانت جرح الابدان بالتطبير على اليحسين ولا جرح اللسان. كمل يا بهاء. ايش قد ما اني مع العلم انا اصلا مسامحك. مسامحها يا ابو قلب حنين يا جميل. امال كنت عايز تقاضيها ليه يا ولا؟ مسامحها بعد ما كذبت عليا يا زنديق يا كذاب. كمل يا بهاء. على اللي صار المشاكل القديمه كذا ماكو مشكله ابدا، بس يوم اللي عقدنا
عقدنا وباهل الان، بس يوم اللي عقدنا عقدوا على الجوال، وكان بيباهل الان من شويه ويقول لك لا لعنه الله عليه وحلف بالله ورسوله عياذا بالله. شفتم الكذاب؟ لا لا لا، الحته دي عايزه تتعجب بها. مشكلة أبد، بس يوم اللي عقدنا في وقتها بعدين وبكثر المشاكل قمت تجرحين بي بكلام. ما لازم تجرحك بكلام يا بهاء، انت تجرح بالابدان على ابي عبد الله، وهي تجرح بالكلام لانك يا بهاء فعلت ذلك باسم الدين. ممكن تخطأ وتقول انا اخطأت فعلت خطأ، لكن تفعل ذلك باسم الدين يا بهاء. كمل يا بهاء. بعد ما اقدر اعيد هاي الخطوة، هاي اعيدها ان شاء الله الخطوة اذا الله قسم لنا نريد نروح لتركيا. تركيا يا بهاء، تركيا يا بهاء. يا بهاء بفلوس الشيرازية بقى. ما هو عوام الشيعة المساكين المغفلين يدفعوا لصادق الشيرازي، والمذيعين اللي عند صادق الشيرازي ياخدوا البنات ويروحوا يتمتعوا بيهم يوم في تركيا ويرجعوا يتمتعوا الاول في الجوال، وعجبتهم يقوموا واخدينها في تركيا. يجوز ان شاء الله حتى ببالي يعني فد كلام. ايه الكلام ده يا بهاء؟ ما تقول لنا. مكسوف كنت مشغول مع مين يا بهاء؟ او لا خلي اقول لك افضل، يعني ببالي اذا رحنا تركيا هم نعقد عقد رسمي، يعني رسمي ابقى غير اللي كان على الجوال. إيه؟ اذا رحنا، وهذا بعد رجوعنا هم من تركيا يلغي العقد. ليش؟ على مود السكن مالتنا بفندق كذا، حتى لا يتصورون انه انا، لان هناك تعرفين المغربيات شرموطات بالتركي. استغفر الله استغفر. شفتوا الزنادقه؟ شفتم يا اهل المغرب؟ والله انا ما كنت اعرف انها يقول هذا اللفظ. شفتم؟ ده بهاء المذيع المحترم النظيف امامكم يا شيعة اللي بتسمعوه في قنوات الشيرازيه. اكتب بهاء الغرابي كده الان وهيطلع لك صورته الان. شفتم يا شيعة؟ شفتم يا شيعة هؤلاء القاذورات؟ حفظ الله بلاد المغرب. لا يتصورون ياخذوك بهذا المنظار، فعلى الاجل هذا لازم اسوي عقد دولة. عقد دولة، وبعد كده نقطعه علشان الفندق فقط، وبعد كده العقد الشفوي. لا انا لازم اجيب بهاء تاني، انا لازم اتصل على بهاء تاني. تعطيلي الطيران عشان الناس كانت تتصل. تعالى يا بهاء، تعالى يا بهاء يا وقح، تعالى يا بهاء. بوظت الحلقة منك لله يا بهاء. ايوه تعالى يا بهاء، تعالى تعالى يا بهاء. ايه يا بهاء بتكنسل ليه يا بهاء؟ خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ تعالى قول الحقيقة عندنا، خلاص الفضيحة اتفضحت بقت بجلاجل يا بهاء. تعالى عشان ما تعملش تاني باسم الدين يا بهاء. تعالى يا بهاء بقى. شكله عمل لي حظر بهاء، عمل لي حظر بهاء باين عليه. رد يا بهاء. ماشي يا بهاء. عموما أقول لك أختنا الكريمة إن شاء الله أتحقق، والشيعة قبل السنة علموا فضيحة هذا الزنديق بهاء الغرابي. وكما أكرر مش غلط، ده بيعملوا باسم الدين، يعني إن أنا أتقرب إلى الله بفعل معصية. ممكن يفعل معصية ويقع فيها ماشي، لكن إن أنا أفعل المعصية قرب إلى الله، أعوذ بالله. كان معكم بهاء الغرابي، والحكم لكل شيعي عاقل. نرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.